السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معكم ايمان طه من قناة اطبخها بسهولة. النهاردة هعمل معكم البانيه بطريقة سهلة جدا وفي خطوة واحدة، واقولك ازاي تخلي طبقة البانيه لازقة كده، لازقة في البانيه، الطبقة الخارجية لازقة ومقرمشة من بره وطري جدا من جوه واحلى من بتاع الشركات. ما تنسوش تصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. معانا نص كيلو من البانيه حطيناه في محلول النقع، عبارة عن كوب من الماء، كوب كبير، كوباية كبيرة من المية، عليهم معلقة كبيرة من الطحينة، عليهم معلقتين من الدقيق، وسيبناهم فيها، ونص عصرة ليمونة. ده معانا نص كيلو من البانيه بعد ما غسلته كويس جدا من محلول النقع. ده عبارة عن التوابل البهارات اللي عندنا: معلقة صغيرة من الكركم، معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، معلقة كبيرة من 7 بهارات، معلقة صغيرة من ال7 بهارات، معلقة صغيرة من الثوم البودر والبصل بودر، نص مكعب مرق دجاج، بصلتين كبار، عليهم نص طماطمية منزوعة البذر، وبنضربهم كويس جدا في الخلاط، وعليهم قرن فلفل كبير حامي. ده بعد ما ضربناهم في الخلاط كويس جدا رجعت حطيت عليهم التوابل. بنحط بقى البانيه كله في الخلطة دي ونسيبها لمدة لا تقل عن ساعة أو ساعتين، ولو يوم كامل يفضل يعني. خلي البانيه طري معاكي من جوه وحلو جدا. شرب التتبيلة دي. الخلطة التانية اللي هنعمل بيها البانيه عبارة عن بيضة ونص كوباية من اللبن. لو ما عندكيش اللبن هيبقى نص علبة زبادي. والله بتفرق جدا، بيفرق جدا اللبن مع البانيه يا جماعة، بيخلي الطبقة اللي بره دي طعمها حلو جدا. بندمج اللبن مع البيض. معانا معلقتين كبار من النشا، معلقتين كبار من الدقيق، نص معلقة كركم، نص معلقة بصل بودر، نص معلقة صغيرة من نفس التوابل اللي حطيناها أول مرة: الكمون والفلفل والكركم والبصل البودر والثوم البودر، وربع معلقة من الملح، ربع معلقة صغيرة من الملح. بنخلط التوابل مع بعضها كويس جدا. كده احنا مش هنضطر بقى نحط البانيه في البيض وبعد كده نرجع نحطه في الدقيق وبعد كده نرجع نحطه في البيض وبعد كده نرجع نحطه في الفيجيتار. لا، احنا اقتصرناها كل ده في خطوة واحدة. هنحطه، مش هنفضل نحطه واحدة بواحدة، لا، احنا بنحط كمية البانيه كلها في الخلطة دي ونسيبها لمدة ربع ساعة، نص ساعة، على حسب ظروفك والوقت اللي يسمح لك انك تسيبي فيه في الخلطة. والله الخلطة دي بجد بتكون مقرمشة من بره، وكمان النشا بيخلي الطبقة اللي بره دي مقرمشة وحلو جدا، واللبن بيطري معاكي البانيه. احنا كده دمجناهم مع بعض كويس جدا. هنبدأ نحط البانيه ونشربه من الخلطة. هنضيفه كله على الكمية في البولة. هنسيبها في الخلطة دي نص ساعة. زي ما انتوا شايفين كده. خلينا كل البانيه يشرب من التتبيلة من الخلطة دي. هنا عندنا انا جايبة كيس فيجيتار من مايوي. بجد الفيجيتار ده حلو جدا، بيخلي الطبقة من بره مقرمشة وناشفة. انا مستخدمة الحار، على حسب ما انت عايزة تستخدمي البارد ماشي، عايزة تستخدمي الحار ماشي. هنا بقى هنعمل ايه؟ هناخد البانيه بشوكة كده عشان ايدينا ما تعجنش من الخلطة دي، نشربها كويس من الخلطة.
ونحطها في البانيه. عندك بقى طريقة التسوية ازاي. الزيت يكون غزير على درجة حرارة عالية، البانيه يتشمع من بره، نحطه على نار عالية في الأول، نقلبه ياخد لون بسيط جدا من تحت، نقلبه على الجنب التاني ياخد لون بسيط، وبعد كده نوطي عليه النار بعد كده نوطي عليه النار ويبدأ علشان يستوي معاكي من جوه. وبعد كده نبدأ قبل ما نطلعه على نار عالية، ما نطلعوش بقى على في منديل والكلام ده، لا، اهم حاجة علشان ما يشربش منك زيت وما يكونش فيه زيت ان احنا نطلعه في مصفى هتصفي منك البانيه، ويكون معاكي ناشف من بره وطري من جوه ما شاء الله زي ما انتوا شايفين. هنا بنشرب البانيه من الفيجيتار وندوس عليه بايدينا كده. اهم حاجة ننفضه كويس جدا قبل ما نحطه في الزيت علشان ما يتحرقش مننا في الزيت. بس اهم حاجة ما تحطيش كتير علشان يعرف ياخد راحته في السوا ويستوي حلو جدا من جوه. هي معاكي واحدة او اتنين بالكتير، ما تحطيش كتير. لو كبيرة وعندك الطاسة صغيرة هي كفاية واحدة بس، لو الطاسة تسمح ان هي تشيل اتنين كفاية اتنين بس. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي بدوس عليه بايديا. متنسوش اهم حاجة تصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة واتم السلام. انا هنا رايحة اقليه في الزيت زي ما قلتلكوا، زيت غزير بنحط فيه يستوي من تحت، نقلبه ياخد لون من الجنب التاني، نوطي عليه، واحنا قبل ما نطلعه نعلي عليه تاني علشان ما يشربش زيت معانا واحنا مطلعينه. ده البانيه بعد ما حمرناه ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. والله العظيم بجد احلى من بتاع الشركات، لو جربتوه بالطريقه دي هيعجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تدعولي. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. هفتح لكم برضو البانيه من جوه واوريكم ان الطبقه لازقه فيه وهو ازاي مستوي كمان من جوه ما شاء الله عليه. وما شاء الله نص كيلو بيقطع معاكي كميه كبيره جدا. زي ما انتوا شايفين كده قطعه البانيه كبيره ما شاء الله، شايفين ابيض اهو ما شاء الله من جوه، والطبقه من بره مقرمشه ولازقه في البانيه يعني مش فكه منه. ناس كتير جدا بتشتكي ان طبقه البانيه الخارجيه دي بتفك بعد التحمير، لا ده بالخلطه اللي احنا عاملينها دي، اللبن مع البيض مع الدقيق مع النشا ما بتخلوش يفك من بره، وكمان الطبقه من بره بتكون مقرمشه جدا، ومن جوه زي ما انتوا شايفين ما شاء الله من جوه بيكون مستوي، وكمان اللبن بيديله قيمه غذائيه عاليه مع البيض مع النشا مع التوابل والكركم. بجد الكركم بيفرق في البانيه جامد زي ما انتوا شايفين كده. ولو انتوا اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا عملت مع البانيه نص كيلو من المكرونه المحمره، ودي سلطه عاديه. ولو انتوا اول مره تشوفوني يا حبايبي ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم منه كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.